سوف أرد على بعض النقاط التي وردت للأسف الشديد في كلمة مندوب قطر. يقول أن إيران دولة شريفة. والله هذه يعني أضحوكة. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول، أصبحت دولة شريفة. إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدد كبير من السفارات، دولة شريفة. هذا هو المنهج القطري الذي دأبت عليه. الآن تقول أنها تتعاطف مع إيران من أجل المملكة. نحن لا نريد أحد أن يتعاطف معنا من أجل أي شيء. نحن قادرون بحول الله وبقوته أننا نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة العربية السعودية. فهنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك. الأمر الآخر يقول الإرهاب وأين الأدلة؟ طيب أنا أبغى أسأل سؤال. الرئيس الأمريكي كم من مرة قال على قطر أن توقف دعم الإرهاب؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ كم دولة في أوروبا قالت هذا الكلام؟ معالي وزير خارجية مصر تحدث عن وثائق ومستندات وأدلة على تمويل قطر للإرهاب في مصر وفي عديد من الدول العربية. أنا لن أتعرض إلى هذا الأمر. وماذا عن التسجيلات الصوتية بين أمير قطر ووزير خارجيتها ورئيس وزرائها مع لقيد القذافي؟ أليست هذه مؤامرة؟ أليست هذه زعزعة لاستقرار دولة خليجية؟ فلا أدري. الأمر الآخر، ماذا تقولون عما صرح به أمير دولة الكويت الشقيقة في واشنطن؟ والآن تتنصلون من هذه الأمور. لقد أعلن سمو الشيخ في الكويت في واشنطن أن قطر التزمت له بالمطالب التي تقدمت بها الدول الأربعة، ما عدا بعض النقاط التي يرى سموه أنها تتعلق بالسيادة. أما موضوع تغيير نظام الحكم في قطر فوالله هذه شيء عيب أن يقال مثل هذا الأمر. المملكة العربية السعودية لم تلجأ ولن تلجأ إلى هذا الأسلوب الرخيص، ولكن عليكم أن تعودوا إلى رشدكم. فنحن لا نريد أن نغير نظام الحكم لديكم، ولكن عليكم أيضا أن تعوا جيدا أن المملكة العربية السعودية قادرة أن تفعل أي شيء تريده إن شاء الله. على كل حال أنا لن أطيل أكثر من ذلك، وأقول كلمة أخيرة، إنه ما نقوم به الآن وما نطلبه من قطر هو في مصلحة هذه الجامعة. شكرا سيد الرئيس.